اسكت، اسكت. عايز تكسب؟ اسكت. عايز تعرف السكوت بيكسب ازاي؟ تعال اقول لك. انا ايهاب انور، واهلا بيكم مع العراب. لايك والشير وتابعني. زمان كانت استراتيجيات البيع كلها قايمة على ان البياع هو اللي بيتكلم والعميل هو اللي بيسمع، وبعدين العميل يسأل، البياع يرد. البياع بيتكلم في المنتج بتاعه وسعره ومميزاته وليه انا مش غيري، والعميل بعد كده بيسأله على الحاجات اللي هو ما قالهالوش. وده كانت الاستراتيجيات اللي ماشية لحد ما حصل التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي. بقت الحصول على المعلومة اسهل 1000 مرة من 25 سنة فاتت. دلوقتي حضرتك العميل يعرف عن منتجك اكتر بكتير ما انت تعرف عن المنتج بتاعك اصلا، وسائل عليه ودخل عمل سيرش عليه وعم قابل بياعين غيرك وسمع منهم كلهم، بس مفيش لسه حد طمنه، محدش جاوب على تساؤلاته. فهنا يظهر قيمة السكوت اللي بقى دلوقتي ترند. اي حد بيدي كورسات هيقول لك اسكت. طيب انا بسكت امتى؟ انا بسكت مرتين، مرة في اول البيع ومرة في الاخر. هنبتدي باول مرة اللي هي في اول البيع. العميل، خلينا نشوف مثال. العميل عايز عربية، فاختار العربية اللي هو عايزها وهو قاعد في البيت، وبعدين ابتدى يدور العربية دي موجودة عند مين، لقاها عند ناس كتيرة يهمهم كلهم، لأن هو عايز يوصل ألف جنيه يوفرها، دي مصلحة بالنسبة له. وخلينا متفقين إن كلنا بلا استثناء دلوقتي في ظل المنافسة الرهيبة اللي حاصلة أنا عايز آخد أكبر قيمة بأقل سعر. فالراجل كلم الناس كلها اللي من ضمنهم حضرتك وجي قبلك، جه قبلك في الاول، جه قبلك في الاخر، مش هي دي المشكله خالص، ولا بتضيف اي حاجه ان البيعه تتم ولا ما تتمش. الفرق ان حضرتك دلوقتي هتقعد مع العميل وهتسكت خالص. هو اللي هيتكلم، هو اللي هيقول لك ايه اللي هو عايزه. هتبتدي تسمع منه، وبناء عليه هتعرف توصل انت هتخدمه ازاي. انت مش بياع، انت مستشار. هو بيعرض عليك مشاكله وانت بتبتدي تقدم له ليها حلول. بعد ما بيخلص بتبتدي تسأله الأسئلة اللي إجاباتها هتعرف تخليك تطمنه ازاي. يعني انت هتسأله فين أوجاعك، فين مشكلتك. بتبتدي تسأله الأسئلة اللي هتعرف إجاباتها بتاعته هتخليك تسهل عليك إن أنت تعرف تخدمه بالشكل اللي هو عايزه. كده بقى معاك إيه؟ أدفانتج عن غيرك شوية، إن أنت اللي بتطمنه، أنا اللي هعرف أساعدك وأخدمك وأوصلك للحتة اللي أنت عايزها بسهولة. طيب، تاني نقطة سكوت دي الأهم نقطة. تاني نقطة سكوت دي أهم نقطة، بتعمل كوارث. بعد ما تخلص البيع، العميل قال لك خلاص انا اخترت، انا عايز العربيه دي، انا موافق على العربيه دي. اوعى تفتح بقك تاني. الكلمه الوحيده اللي مسموحه لك مبروك نمضي العقود، او مبروك استلم المنتج بتاعك وهات فلوسي. بعد ما المرحله دي تخلص ابتدي بقى الجوب بتاعتك الطبيعيه، قدم خدماتك اللي حوالين المنتج او اللي انت بتقدمه. انا بعمل كبر بعتك شويه، لكن اول ما يشتري خلاص انت تسكت خالص. افتح درجك، طلع عقدك، افتح دولابك، طلع المنتج بتاعك، وشكرا على كده. اوعى تتكلم تاني، اي كلمه هتقولها هتبوظ البيع. ازاي؟ تعالى هنحكي قصتين هتاكد عندك المعلومه وهتخليها ثابته دايما في دماغك. القصه الاولى في مجالنا في العربيات. واحد جه، انت اشترى العربيه من عندك، عجبته عربيه عندك، فبدا كشف وظبط واتكلمتوا في السعر ووصلتوا وخلاص وتمام، وانت بتقول له مبروك. بس انت طبعا عشان فتك وعايز تحسسه ان انت واخد اكبر قيمه وانا مدلعك، جيت قلت له والله ايه، خد بالك في مرسيدس مثلا اللون الاحمر ده غالي جدا، اغلى من الاسود والابيض. عايز اقول لك على حاجه، الف مبروك، البيعه باظت. ازاي باظت؟ هيبتدي يقول لك اصلا ده انا الاحمر انا مش مهتم بيه، معنى ان ده اغلى لون، فانا لو خدت ابيض او اسود فاحتمال تبقى العربيه ارخص. فكك بقى من العربيه دي وشوف لي عربيه بيضاء او سوداء. تخيل شعورك بقى ساعتها هيبقى عامل ازاي. ده اللي انا قصدي اقوله. طب القصه الثانيه حصلت معايا انا شخصيا. زمان في 2001 2002
كان عندي ميعاد في المهندسين ورحت بدري، فبتمشى لقيت محل لبس حلو قوي، فدخلت اتفرج، عجبني قميص خدته. البياع هناك مشكورا عمل نفس طريقة البيع المحترمة، ان هو بعد ما خلاص خدت القميص بدأ يعرض القميص ده مش عايز له بنطلون، فقال لي خد بالك انا عندي بناطيل تركي، كانت الفترة دي ممنوع بيع المستورد كانوا بيخبوه، انا عندي بنطلونين تركيين حلوين قوي، وراح طلع لي البنطلونين وفردهم، وانا عمال اتفرج، يا نهار ابيض، بنطلونين بينطقوا بس هم غاليين. فكان فيهم واحد ساده وواحد مقلم، فانا قاعد عمال افكر وساكت اشوف اسكت تاخد الساده ولا المقلم، وقاعد عمال افكر. الباشا عمل ايه بقى؟ عمل اكبر غلطه في تاريخ اي بياع. قال لي بص، هو مش وقته، بس خليهم في دماغك وفكر فيهم. قلت له بالظبط هو ده، انا لازم امشي، انا افكر فيهم حاضر. وخرجت. هو عمل ايه؟ هو فوقني. هو لو كان فضل دقيقة واحدة كنت انا هختار يا السادة يا المقلم، يا الا هتشط في دماغي واروح قايل ايه انا عايز الاتنين. فتخيل هو خسر ايه. لحد اللحظة دي انا خارج من عنده وعمال اقول يخرب بيت سنينك، ده انت ضيعت نفسك. فاللي احنا عايزين نوصل له ان احنا نتأكد من القصتين دول، النقطتين المهمين، مرحلتين للسكوت، مرحلة في أول البيعة علشان تطمن العميل، مرحلة في آخر البيعة عشان ما تبوظش البيعة. الواجب بتاع النهاردة وكلنا لازم نعمله وكلنا لازم نرد عليه في التعليقات ونبتدي نفكر فيه سوا. عميل جه عايز يشتري من عند حضرتك شقة، قول لي بقى جاي هتبيع له الشقة دي ازاي بقاعدتين السكوت، مع الاعتبار هو لف على كل الكومباوندات وعارف كل الشركات وكلم كل الناس. قول لي هتعمل ايه وخلينا نستفيد من بعض، كل واحد طريقته عاملة ازاي. استنوني في الفيديو الجاي.